جريمة غريبة عجيبة مريبة حصلت في اسكندرية، ولما هتشوفوا أحداثها هتستغربوا جدا إن اللي عمل الجريمة دي كان متصور أو متخيل في يوم من الأيام إن هو هيفلت من العقاب. عارفين ليه؟ لأن هو ذو منصب كبير جدا، هو نائب مأمور اسم شرطة سابق ومفصول من الخدمة. هو كان بيحسب انه عمل الجريمة اللي عملها دي جريمة كبيرة فعلا، بس ما كانش متوقع انه هو هيتحاكم عليه. وده يثبت لنا ان كله قدام القانون سواسية. هنعرف هو عمل ايه والعقوبات الكتيرة اللي اخدها واللي يستاهلها. طبعا محكمة جنايات استئناف اسكندرية قضت بمعاقبة نائب مأمور اسم شرطة سابق مفصول من الخدمة. قضت بمعاقبته بايه؟ خدوا عندكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنين. ومش بس كده، لا كمان ألزمته ان هو يرد مبلغ 5,758,000 جنيه. مش بس كده، وكمان عزلوه من وظيفته وصدروا المحررات المزورة اللي الباشا كان عاملها. عمل ايه؟ ان هو ياخد كل العقوبات دي. عمل حاجة كبيرة فعلا، وده يثبت لنا ان كله قدام القانون سواسية ومفيش حد كبير على قانون. التهمة بتاعته ان هو استولى على المال العام. ما تستغربوش، شوفوا هو عمل ايه وبعد كده انتوا هتستغربوا قوي من اللي هو عمله. كان بداية القضية رقم 1057 لسنة 2024 جنايات اسم شرطة برج العرب، لما جاء بلاغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن اسكندرية باختار من الاسم بان نائب الاسم دوت ان هو استولى على احراز. ايه الاحراز؟ ان الباشا عملها او استولى عليها. احراز عبارة عن سجاير. هتستغربوا صح؟ او استغربتوا بمعنى ادق. لا، ما هو مش حكاية سجاير هياخد عليها كل العقوبات دي، لا، دي احراز عبارة عن سجاير ان هم حطوها في مخازن الجمارك. طبعا الكمية كانت كبيرة جدا، وده هيوضح لنا كانت عددها قد ايه وكان مبلغها قد ايه. نيابة الشؤون المالية والتجارية أصدرت قرار بالاستعلام عن الأحراز المظبوطة على ذمة قضايا تهريب في برج العرب. طبعا ان هم بيعملوا في احراز كانت موجودة في الاسم، وهم بيستعلموا على الاحراز دي لقوا ان مفيش عدد كبير جدا من الكراتين اللي المفروض هي تبقى مقيدة في القضايا اللي بتبقى موجودة تبع الاسم. عدد الكراتين دي 2401 كرتونة سجاير مظبوط على ذمة قضايا تهريب في زي ما قلت لكم في الاسم. وطبعا قيمة السجاير دي، عشان انتوا هتقولوا ايه ده، هو يعني كمية الكراتين دي هتسوى 5,758,000 جنيه وكمان 450 جنيه فوقيهم. انا والله ما اعرفش قيمة السجاير قد ايه، ما كنتش بشرب سجاير عشان اقول لكم تسوى ولا لا، بس هي دي كانت القيمة بتاعة الاحراز بتاعة كراتين السجاير المظبوطة، اللي عبارة عن سجاير كانت موجودة في مخازن الجمارك في قضايا تهريب. التحقيقات كشفت ان السجاير دي صادر بشأنها قرارات من النيابة العامة باستمرار التحفظ على. وطبعا لأوراق القضية استولى المتهم نائب مأمور اسم شرطة برج العرب المفصول من الخدمة ان هو اشترك مع واحد تاني على كل كمية الكراتين اللي احنا قلنا عليها المقدر عددهم ب2401 كرتونة من السجاير اللي موجودين في الاسم على ذمة القضايا. وتم تحرير محضر بالواقعة باسم شرطة برج العرب، واللي قررت النيابة العامة إحالة المتهم نائب اسم الشرطة للمحكمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بكل العقوبات اللي انتوا شفتوها دي واللي نساها نفكروا بيها. 5 سنين سجن مشدد، إلزامه برد مبلغ 5,758,000 جنيه قيمة السجاير دي، وعزله من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة لاتهامه بالاستيلاء على المال العام. فعلا لا، مفيش حد كبير على القانون وكله سواسية قدام القانون. ألف سلام وتحية للشرطة المصرية والقانون المصري.
والقضاء المصري الشامخ اللي فعلا عمره ما بيفرق ما بين اي حد غلط، كله بيبقى قدام القضاء سواسية. مهما كانت وظيفتك، مهما كنت انت فاكر مين هتزور وظيفتك كبيرة كده، فاكر ان انت هتفلت من العقاب، ده كله في البطيخ. بجد جريمة على قد ما كانت أحداثها غريبة جدا، بس كان حكم رادع وجامد جدا يستحقه، لان هو كمان كان منصبه عالي، وبرغم من كده ما احترمش سلطته ولا وظيفته، وده كان شيء محزن طبعا، بس ده لا يمثل الا نفسه شخصيته بس. الحكم جامد. في ناس هيقولوا حكم رادع قوي قوي، كل ده عشان سجاير. يا جماعة دي أحراز كانت في قضايا تهريب، والنيابة العامة صادر قرار بشأنها بخصوص الأحراز دي، وبرغم من كده استولى على كمية كبيرة جدا جدا في مخازن القسم، وده يعتبر مال عام وهو استولى عليه. والحكم فعلا هو رادع بس يستحقه.